قناعات الناس انه هيك، واصلين لقناعة انه لا يمكن سلطتنا يقطعوا عنا. لا، هيو قطعوا. ابو مازن كان ابو مازن اللي كويس فيه رجل كيف ترامب هذا الطبل خربط الكرة الارضية كلها. ابو مازن رجل طلع قال لك يا عمي انا لغيت كل القوانين، فيش لا اسرى ولا شهداء ولا جرحى، ولا تقول الوزير الفلاني اسرى ولا الوزير الثاني، بس تمكين. مؤسسة التمكين هي المسؤولة. ما أنا لما قاعد بسرد لك بورجيك إنه في مؤامرة على الفئة أبناء شعبنا. يعني إحنا لما بتيجي بتحكي ما بتتعامل بين فتح وبين حماس وبين شعبية وبين ديمقراطية. إحنا آخر المطاف أولاد شعب واحد. هذه التشكيلات الشغل الإسرائيليين والله بدنا نكون حماس ونكون فتح. عيب علينا إحنا كناس مناضلة تحكي في الدباجة هاي. إحنا أولاد شعب واحد. قطع رواتب 1600 أسير، ويعني لم نشاهد حراك في وقته. المفروض انت تدافع عن رجولتك وكرامتك. انا ما تقول انت فدائي وسويت عمليات ومقاتل ودنيا ودين. عند حقك الجوبن ما تقدرش تحكي. الجزء الاكبر لما صارت الهجمه خلينا نقول بال 2017 في ايام الاضراب اللي صاروا يقولوا انه اضراب مروان وانقلاب على الرئيس ومن الحكي هذا والخراريف الفاضيه. احنا بنقول انه احنا كشعب فلسطيني وقيادتنا كسرنا في الانسى. انسى الاعلام اللي بيحكي والله خط احمر وخط بنفسجي وزهري موضوع الاسرى والشهداء والحمراء. هذه كلها دبجات وحكي فاضي، وكل واحد بتغنى في الحكي هذا. هو انا في تقديري بيشتغلش وطنيا. هاي الاسرائيليين هايو بقتلوا كل يوم، بقتلوا فينا ما شاء الله. احنا عادي يعني بقتلوا اعاقات ونسف بيوت ودنيا ودين. طب يا اخي وقف وقول احنا كمان بنطالب هذول الارهابيين. ما هذيك اليوم اللي اغتصبوا الشباب في السجون طلعوا احتفلوا فيهم وسووهم ابطال وفدائيين. ليش انت الابطال اللي عندك الحقيقيين ما تفتخر وتعتز فيهم؟ انت بعد كل هالتاريخ تيجي توسمهم في الارهاب والقتله والمجرمين. انا بسرد لك كيف فترات التآمر اللي صارت على الملف هذا. ايش هي خطوات العمليه رح تقوموا فيها كنادي اسير وكرابطه اصدقاء الاسرى يعني على الأقل لإعادة هذا الملف إلى مكانه الصحيح؟ بدك أكون صادق وأحكي برجولة يعني في الموضوع. طبعا. حتى نادي الأسير تآمر في الموضوع، هيئة الأسرى تآمر في الموضوع. اسمع أقول لك، التجمع الوطني للأسرى الشهداء باعوا التجمع لما قعدوا مع شتية بال 2018 وحولوه على الشؤون الاجتماعية. الجرحى كمان متآمرين على أهالي الجرحى لحسابات شخصية فيهم كلاتهم، وكل تآمرهم مبين. تعال كله اللي أخذ رتبة اللي أخذ مسميات عالية وكبيرة وما من ضمن المخطط عشان يمشوا. طيب أقول لك لما طروا عيسى قالوا له اطلع برا، ما هو هذا كان من ضمن المخطط. نادي الأسير كمان المخطط نفس الشيء. بعدين طلع كالدور اعترض على موضوع القرار هذا، قالوا له كمان كالدور اقعد في دارك. ما هو احنا لا اما بنكون احنا اصحاب موقف ونتعامل في عقلانية، لانه هاي الفئة هم ابناء شعبنا. مشكلتنا الرئيسية وين؟ مين زلام يا اخوي من الاسرى ولا اهالي الشهداء ولا الجرحى طلع اتضامن مع عيسى ولا مع قدورة؟ هايو. طب ما انا بحارب عشانك، هو انا احارب واكل هوا وانت من بعيد والله القرار هذا لا. طب ما هو المطلوب حاليا على اساس انه يعود هذا الملف الى مكانه الصحيح؟ لازم يكون في وقفة قوية جدا من الشارع الفلسطيني. استفردوا في العمال، استفردوا في الأطباء، استفردوا في نقابة المحامين، في كل الجهات. مشكلتنا استفردوا في الأسرى، ولا واحد بيجي بوقف رغم انه عارف انه جاي الدور. المفروض كل الشارع الفلسطيني يطلع يحكي. ولكم انتم قدمتوا الغالي والنفيس، بتلاقي في عائلات 3 و4 شهداء. طب وانا اقدم واضحي في المقابل انا مش قادر اطعم اولادي، انا مش قادر اسكر ديون الدار. هو بصير احنا نشوف مشاهد امهات الشهداء يطلعوا امهات الجرحى وتعيط على التلفزيون؟ هذا عار علينا احنا كفلسطينيين، عار علينا احنا الناس اللي قدمنا وضحينا. احنا لما انسجنا وطلعنا قتلنا ورجعنا مؤبدات ونسفوا دورنا واغتال اخونا وواحد هيو محكوم مؤبدين وكل هاي، و3 مرات نسف الدور، بتدفع ثمن
وانت مبسوط وراضي عشان بتدافع عن شعبك. احنا مش ضد لا سلطة ولا ضد عناوين، بالعكس احنا ضد الخلل والفشل اللي قاعد بصير. انت لما توصلت هنا الفئة هاي الناس المناضلة توسمها في العار كل تاريخ الشعب الفلسطيني، هيك صار احنا ارهابيين. يعني احنا بكره في قانون بعد ما لغيت قانون الأسرى والشهداء والجرحى والموضوع التعليم، يعني احنا بدنا نصير نقول الحركة الصهيونية الوطنية بدافعوا عن أرضهم؟ ما بصير. قيادتنا خضعت للمعايير هاي، خضعوا للمعايير انه الأوروبيين والأمريكان والإسرائيليين بقول لك هذول إرهابيين، احنا بدناش ندعم الإرهابيين اللي ديهم ملطخين في دم، وفي السياق هذا شغالين. هسا المفروض انت كقيادة شعب فلسطيني ولا مرة انت تفكر مجرد تفكير تقول انا بدي اشطب ملف والشهداء، ملف الأسرى والشهداء والجرحى، وتقول انا لغيت قرار. هذا القرار ما جاش من عبث، ما هو اجى القرار هذا من خلال قرارات، مش مني والله على أسرة الشهيد اللي بقدم شهيد وشهيدين وثلاثة ومن نصف البيوت وجرحى وإعاقات دائمة، مش منه أنت بتمن عليه تقول له أنا والله بدي أعطيك 1400 شيكل ولا 2000 شيكل. لا، هذا المفروض أنه إحنا كشعب فلسطيني تكون في قيمة وطنية نضالية باتجاه الناس هاي. صارت فترة التقاعد القسري للجزء من الناس أصحاب التاريخ، يعني شهداء وجرحى وأسرى بنفس العيلة، وبتلاقي عند الواحد داره منسوفه مرتين وثلاث من الناس اللي قاعدهم. يعني في فئة، يعني أنا وين هيك بدي أحس إنه بتكون أستشعر إنه في ردة فعل عند الناس هاي ولا فيش ردة فعل. طب أخي أبو فادي، هل هناك ممكن ولا قطعاني بحديثك بس أوكي. هاي الناس بلشوا في التقاعد القسري، ما حد وقف، استفردوا في تبعون المتقاعدين قسرا. شايف؟ بعدين في عنا في تبعون العز الطبي، في عندك حوالي 1600 وشوي العز الطبي. طبعا هم استفردوا في شغلة، كان ببيت لحم فيه 4 ملفات صاروا يقولوا انه فساد، وحولوهم على اللجنة الأمنية. هذا في 2017. طيب اللي استهدف مش هم، مش ال4 ملفات، في فساد الناس شلون حطوه في السجن، حققوا معه. بس انتوا شطبتوا فوق 1600 وشوي من الفئة هاي الفئة هم إصابات. لما تأخذ العجز الطبي، يعني في عندك مضروبة، لا مضروبة الكلى، إصابة بإيدك بإجرك بعينك، مليون مرض فيك، ما بعطوا واحد عجز طبي. خلينا نرجع على المحور الرئيسي تبع الموضوع، اللي هو تحويل ملفنا من ملف نضالي لملف مؤسسة تمكين اللي تتعامل مع الحالات على أساس إنها حالات فقيرة وحالات محتاجة. أخي أبو فادي، يعني هل في هناك نظرة حول موضوع يعني تمييز المناضلين وأسر الشهداء ما بين انتماءاتهم السياسية؟ موقفكم كنادي أسير في هذا الموضوع؟ يا أخي هو أصلا أنا في تقديري ما في تمييز. ما أنا لما قاعد بسرد لك بورجيك إنه في مؤامرة على الفئة أبناء شعبنا. يعني إحنا لما بتيجي بتحكي ما بتتعامل بين فتح وبين حماس وبين شعبية وبين ديمقراطية. إحنا آخر المطاف أولاد شعب واحد. هذا التشكيلات الشغل الإسرائيليين والله بدنا نكون حماس ونكون فتح، عيب علينا إحنا كناس مناضلة تحكي في الدباجة هاي. إحنا أولاد شعب واحد ولازم نحافظ على حالنا. تقول لي أنا لما سردت لك يعني بلشوا قطعوا عن هدلاك لولا الوقفة والهبة الجماهيرية اللي سويناها في 2017 ما رجعوهم. إن بتكون دائما في ردة فعل قوية بتراجعوا. يا زلمة أنت بتقول إنه أفضل هيك، جماعتنا مش قادرين، خلي الشارع الفلسطيني يتحرك. يا أخي آخرتها راح الأمريكان يلتزموا والعرب راح يلتزموا والإسرائيليين راح يلتزموا إنه أنت يعني الفئة اللي قاعد بتدمر فيها. أنا اللي بقوله المفروض يكون في موقف شعبي من الجميع، وسمي الأمور في العناوين تبعها بإطارها. طب إيش الخطوات العملية رح تقوموا فيها كنادي أسير وكرابطة أصدقاء الأسرى يعني على الأقل لإعادة هذا الملف إلى مكانه الصحيح؟ بدك أكون صادق وأحكي برجولة يعني في الموضوع.
حتى نادي الأسير يتآمر في الموضوع، هيئة الأسرى تآمروا في الموضوع. اسمع أقول لك، التجمع الوطني لأسرى الشهداء باعوا التجمع لما قعدوا مع شتية بال 2018 وحولوه على الشؤون الاجتماعية. الجرحى كمان متآمرين على أهالي الجرحى لحسابات شخصية فيهم كلاتهم، وكل تآمرهم مبين. تعال كله اللي أخذ رتبة، اللي أخذ مسميات عالية وكبيرة وما من ضمن المخطط عشان يمشوا. طيب أقول لك لما طروا عيسى قالوا له اطلع برا، ما هو هذا كان من ضمن المخطط. نادي الأسير كمان المخطط نفس الشيء. بعدين طلع كالدورة اعترض على موضوع القرار هذا، قالوا له كمان كالدورة اقعد في دارك. ما هو احنا لا اما بنكون احنا اصحاب موقف ونتعامل في عقلانية، لانه هاي الفئة هم ابناء شعبنا. مشكلتنا الرئيسية وين؟ مين زلام يا اخوه من الأسرى ولا اهالي الشهداء ولا الجرحى طلع اتضامن مع عيسى ولا مع كالدورة؟ هايو. طب ما انا بحارب عشانك، هو انا احارب واكل هوا وانت من بعيد والله والله القرار هذا لا. طب ما هو المطلوب حاليا على اساس انه يعود هذا الملف الى مكانه الصحيح؟ ولا واحد هيك يعني. حتى العبارات لما بدك تطلع بعباره وتحكي انت عارف الخلل عند ابو ابراهيم بس مش قادر تقول ابو ابراهيم. لا احنا مع قرار ابو ابراهيم. يعني انا بقول لك انا ضد قرار الرئيس اللي بقول لك نلغي اللي لغى فيه القرار. هو يعني قرار الرئيس مش قرآن منزل. لا يا عمي، في حسابات هذا الشعب بكره بخربط الدنيا والله ببطل لا يشوفني ولا يشوف الرئيس ولا يشوف اي جهه. هايا ما احنا بنحكي دول عربيه كانت اصعب ما يمكن الامن فيها في الشيء، تخربط الوضع. انت صبت العصب الرئيسي للشعب الفلسطيني، واي واحد بيجي بيتعاطف معك، اي واحد بيجي بوقف معك انت. بس انا اللي بحكيه احنا مشكلتنا بيجي بتقعد والله بيطلع لك اخونا مثلا نادي الاسير، احنا مع قرار سيادة الرئيس، وبتطلع لي في الاعلام انا بدي اوقف مع اهل الشهداء، وبيطلع لي ناصر شلون بقول لك احنا مع قرار سيادة الرئيس ومش. يا عمي أنا مبدأ انك تكون في وجهين ما بصير. لو اقول لك ابو مازن حتى اللي حواليه ضللوا لابو مازن في الموضوع هذا، هو انت ابو مازن عمرك 90 سنة بدك الناس يقولوا عنا والله الرئيس ولا الشخصية هاي كل الناس تقعد تسبسب ويقول ابو مازن؟ المفروض الناس هاي تفكر في اولاد شعبها. يا اخي خلي تنحرق الدنيا.